عشان اكمل اعمل فيديوهات تفيد ناس اكتر، يا ريت تعملوا سبسكرايب وشير للفيديوز. اهلا بيكم في حلقه جديده في كلمه مصدقينها مع حجازي. النهارده هتكلم عن الكار كير او مراكز المختلفه اللي بتعمل كار كير العربيه، اللي هو بتغسلك العربيه من جوه ومن بره وبتعملها بكيماوي والحاجات كلها دي. لو اخدتوا بالكم مؤخرا الكار كير سنترز كترت قوي، وبقى اي حد معاه شويه فلوس زياده يروح يفتح لك كار كير. الاجهزه رخيصه، المواد كده كده بتدفع ثمنها طول ما انت بتستخدمها، فالمشروع من المشاريع الكويسه والمربحه وما فيهاش اي مشكله. لغايه دلوقتي كل حاجه تمام، لكن المشكله ان بسبب ان اي حد بقى يشتغل في الموضوع ده وناس كتيره صحاب المكان نفسهم ما يبقوش موجودين في المكان، فهم بيجيبوا اي عماله وتشتغل وتنظف، وبالنسبه لهم تنظيف العربيه ايه يعني؟ ما انا بغسلها من بره ومن جوه والكلام ده كله. تعال نتكلم لو من بره ماشي، انا ممكن اتفق معاك شويه. هي في الاخر هو كأنك خرطوم ميه وبتضرب العربيه وخلاص، مع ان برضو هي ليها شويه فن، بالذات لو مسدس الميه اللي انت جايبه ده جامد، محتاج تاخد بالك انك انت بانهي زاويه بتعملها على البويه وعلى الصاج والكلام ده كله. وكمان لازم تاخد بالك مثلا لو انت بتغسل الطنابير بتحط المسدس ازاي، عشان في الاخر ما تلاقيش نفسك انت جايب طنابير سخنه حط لك المسدس فيها على طول، فبعد شويه بعد كام مره هتلاقي فيه ريجه في الطنابير، تلاقي عندك العربيه بتترج لما تدوس فرامل. لكن ماشي، من بره الموضوع ممكن يعدي. لكن تعال نتكلم بقى على الغسيل من جوه والغسيل الكيماوي والكلام ده كله. انا بجد من اللي انا بشوفه في الغسيل من جوه، انا ما بقتش مآمن ان انا اسيب عربيتي لاي كار كير. مش بعمم، عشان عارف ان في كار كيرز كويسه وجايبين صناعيه كويسين وصاحب المكان بيبقى واخد باله، بس بصراحه كتير قوي منهم الموضوع ده ما بيحصلش، وساعتها بتودي لهم العربيه يوم على طول رشش بالمسدس كيماوي في كل حته. واخد بالك؟ ممكن تقول له ما تغسلش السقف، تمام، قلت له اغسل السقف، يلا بينا على السقف كمان. وبعد كده بعد شويه تلاقي السقف ده هبط منك، تلاقي عندك الزراير اللي في الكونسوله اللي في النص بقت تقشر، بعد شويه الزراير على الدكسيون بقت تقشر. فكل ده بيحصل ليه؟ بيحصل بسبب، انا اسف، الغشوميه اللي بتحصل وهو الناس بتنظف جوه. هم جايبين مجموعه فرش، الفرش دي محدش بص عليها، الفرش دي اصلا للطبلوهات ولا لايه بالظبط؟ فممكن تكون اصلا الفرشه خشنه على الزراير، غرق كل حاجه بمزاحيق الكاركير اللي هم جايبينها. اقعد ادعك ادعك ادعك، العربيه شكلها حلو وكل حاجه، بعد شويه تلاقي الزراير بتقشر. وهتلاقي ان اغلب زراير مصر متقشره، ومش مفهوم هي متقشره ليه. دلوقتي ممكن نفهم هي متقشره ليه. كتر الكاركير اللي بيتعمل في العربيه مع ناس غشيمه وعماله تفرك تفرك تفرك، هو ده في الاخر اللي بيبوظ الزراير دي. انا عارف ان الزراير ممكن تقشر لاسباب تانية، زي مثلا الناس اللي بتحط برفان كتير قوي على ايديها، وبعد كده تقعد تمسك في الزراير دي والبرفان على ايديها. اه ده ممكن يقشر الزراير، بس هو اغلب الاوقات مشكله الزراير بتبقى بسبب الكاركير الغشيم اللي بيتعمل. طب يا حجازي انا اعمل ايه وانضف العربيه من جوه ازاي؟ انا عن نفسي انا بنضف العربيه من جوه بنفسي، عشان اخد بالي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. انت مش عايز تنضف العربيه بنفسك، ساعتها لما تروح توديها كار كير يا ريت لما يخش جوه العربيه تاخد بالك شويه هما بينضفوا ازاي. لازم تكون عارف ان الحاجات دي كلها بتتجرح. تاخد بالك الفرش المستخدمه، مش لازم اصلا تستخدم فرش. يا عم اشتري انت فوطك المايكرو فايبر النظيفه وخليه يستخدم فوطك ان هو ينضف لك التابلو من جوه بزرايره كلها. طب الماده اللي بيستخدموها حجازي اعمل فيها ايه؟ واثق فيها وشايف ان المنتجات حاجات نظيفه، وفعلا في كار كيس بيستخدم منتجات نظيفه ومن شركات محترمه، وتبقى شايف انت المنتج قدامك سواء المنتج الصغير او الجيركن الكبير. بس لو انت مش شايف ان هو بيستخدموا مواد كويسه، ساعتها ممكن تجيب انت منتجاتك انت بالعلبه الصغيره، وساعتها هو ينضف لك من جوه بحاجتك انت وتكون مطمن لها. انا عارف ان الموضوع يعتبر وجع دماغ لناس كتير، بس بجد يا جماعه الموضوع ده بيفرق قوي، وبيفرق انك انت تحافظ على العربيه. عشان كتير قوي دلوقتي بشوف عربيه بقالها 4 5 سنين بس وتلاقي زراير التكييف ممسوحه، تلاقي زراير الدكسور ممسوحه، ودي حاجه فعلا مضره لشكل العربيه. عشان مشكله الزراير دي بالذات ان هو انك انت بعد كده تظبطها صعب قوي ومش سهل، وممكن تبقى مكلفه قوي، وبتقفلك من منظر العربيه لما تخش جوه وتلاقي الزراير كلها ممسوحه، مع ان باقي العربيه نظيفه جدا وانت محافظ عليها. في نفس الوقت احب اقول لمراكز الكار كير يا ريت تاخدوا بالكم على عربيات الناس شويه. انا عارف ان في ناس كتير منكم بتعمل كده، بس في ناس تانية برضو ما بتعملش كده. الموضوع مش عبيله واديله وبس، دخل عربيات واعمل ورش وخلي ريحه العربيه حلوه، وفي الاخر تلاقي بعد شويه زراير العربيات كلها ممسوحه. الموضوع محتاج فن وصنعه، ويا ريت صاحب المكان يكون من الناس اللي هو فاهم في الموضوع، ولو هو صاحب المكان مش فاهم يبقى جايب حد فاهم، مش بس اي حد ينظف وخلاص. يا ريت تكون حلقه النهارده عجبتكم. كان معاكم محمد حجازي في كدبه مصدقينها، وما تنسوش تعملوا
لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان اكمل اعمل فيديوهات اكتر.